راجل القرد. معقولة ثعلب وكلب بيلعبوا سوا؟ فتح عينيكي، شوفي عيشة الكلاب على أصولها. مين فينا مش بيحب ديزني؟ وزي ما شفتوا مع حضراتكم دي بعض افلام ديزني اللي مدبلجه بالمصري. طب ليه؟ لانه بسبب الحمله الكبيره اللي طلعت على السوشيال ميديا خلال الاسبوعين اللي فاتوا بتطالب ان دبلجه ديزني لازم ترجع باللهجه العاميه المصريه بعد ما بقت باللغه العربيه الفصحى بس، بعد ما خدت التوكيل وحصريا هذه الافلام واحده من الشركات اللبنانيه اللي قررت انها تكون اذاعتها بالفصحى بس. طيب ايه اللي حصل؟ طبعا اعتراض كبير، وهاشتاج ديزني لازم ترجع مصر كان واحده من ابرز هذه الاعتراضات، واللي انتشر بشكل كبير جدا على فيسبوك وتويتر وفي كل الوطن العربي مش بس في مصر. تعالوا الاول نشوف ايه هي ردود فعل الناس على السوشيال ميديا على الموضوع ده، ومنها شخصيات عامه وفنانين كبار. ديزني لازم ترجع مصري عشان احلى الكرتون مش وسيله لتربيه الطفل، ربوا عيالكم يا جماعه مش تقعدوهم يتربوا قدام التلفزيون. بصراحه ومن غير زعل الدبلجه بالفصحى خلت الفيلم يبقى دمه تقيل، عشان كده ديزني لازم ترجع مصري. اصل الفيلم لو مش بالانجليزي يبقى مصري، اي حاجه غير كده يبقى اسمه عك بصراحه. واللي انا في انسايد اوت اكبر مثال، ديزني لازم ترجع مصري. ده من محمود MTM، طبعا نجم فريق MTM. اما محمد هنيدي طبعا واحد من ابرز من دبلجوا افلام ديزني، من احسن الاوقات طول فتره عمري كانت الفتره اللي قضيتها في الدبلجه، بدايه من افلام ديزني حتى سوبر هنيدي. وكمان محمد هنيدي اهي دي اكيد ما تنفعش تتعمل الا بالمصري، ديزني بالمصري يا حلاوه. رجع لنا بالسيف، كانت ترجع بعريس الخيبه. يعني طبعا هو بيحاول يقول انه دم المصريين الخفيف هو كمان بيبقى عامل اساسي في تحليه افلام ديزني بالعربي. في حاجات بيبقى دمها تقيل صراحه باللغه العربيه الفصحى، مش تقليل من اللغه العربيه الفصحى، لكن كمان بتبقى اقرب لينا احنا كجمهور وكمان للعرب لما بتكون بالمصري. تعالوا نشوف فيديو كمان بيوضح الفرق ما بين الدبلجه المصري والدبلجه بالفصحى في افلام ديزني. ليه يا مرهوفتي زعلان؟ لما الحياة تكشر لك عارف تعمل ايه؟ لا مش عايز أعرف. عموت مختار عموت مختار 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 عموت مختار 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 عم 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 دوري عم ما عم تغنيش. عموت مختار مختار دوري. مختار عموت دوري مختار. كده مش هعرف أخلص من الأغنية دي، هتلزق في نافوخي. اسف. أيها الخيشوم المنزعج، عندما تكون محبطا أتعرف ماذا تفعل؟ لا أريد أن أعرف. استمر بالسباحة، استمر بالسباحة. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ دوري لا تغني. أحب السباحة، وعندما دوري يكفي. تريد السباحة فقد تابع ستعلق هذه السباحة. الأغنية. طبعا ده كان جزء من فايندينج نيمو او محاوله ايجاد نيمو اللي شارك فيها باللغه المصريه العاميه عبلة كامل، وكمان الله يرحمه خالد صالح، وكوكبه كبيره من النجوم المصريين اللي شاركوا الحقيقه في دبلجه الافلام باللغه المصريه. الغريب كمان بقى في الموضوع انه اللي اطلق هاشتاج ديزني لازم ترجع مصري مش مصريين، الحمله اسسها 5 شباب من دول عربيه مختلفة. فولو اون تواصلنا مع واحد منهم هو أدهم الجابر أحد مؤسسي الحملة من المملكة العربية السعودية، وسجلنا معاه اللقاء اللي جاي. أول شيء عندنا إحنا 5 معجبين لديزني من مناطق مختلفة بالشرق الأوسط، يعني مو من دولة واحدة. في أنا أدهم مصطفى الجابر من السعودية، في ناصر الكواري من قطر، في محمد أنيس من ليبيا، عبد الله رافعة من السعودية، وسعود الكواري من قطر. فاحنا اللي اسسنا الحمله، حمله ديزني لازم ترجع مصري. ان في ناس تحسب ان الاداره اول كانت بمصر وبعدها دحين صارت بدبي، وهذه معلومه خاطئه.
من أول ما بدأت ديزني الشرق الأوسط وفتحت عندنا من 1994، وهي مقرها بدبي، ما تغيرت الين دحين. أحد القرارات اللي صارت أول ما جات هذه الإدارة الجديدة هي أن الدبلجة حقت الأفلام هذه تصير بالفصحى بدال اللهجة المصرية. آخر الأفلام اللي تدبلجت باللهجة المصرية لديزني كانت ويني الدبدوب عام 2011، وبعده سيارات 2 عام 2012. الفصحى لغتنا الأم، الفصحى لغة القرآن، الفصحى لغة فخمة بالعكس يعني. وفي أعمال كثيرة ما تليق أصلا غير بالفصحى يعني مثلا شيء زي الأسد الملك مستحيل يصير أتقبل الفصحى، مستحيل. يعني من بعد ما صار في نجوم كذا شاركوا فيه وباللهجة المصرية، يعني الأعمال زي أفلام ديزني وكذا هذه تتطلب إنها لهجة مستخدمة في الحياة اليومية. يعني بأغلب الأحيان كانت الدبلجة العربية تطلع أفضل مليون مرة من الدبلجة الأصلية الإنجليزية، وهذا بشهادة ديزني الأم نفسها. كانوا يجيبوا نجوم كبار يسووا الأصوات والشخصيات، نفس النجم الكبير محمد هنيدي اللي سوى دور تيمون، النجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة اللي سوى سكار، وحسسنا يعني إنه جد شرير كذا. ولأن الهاشتاج إحنا نسمع دائما إن قوة السوشيال ميديا مو شيء بسيط وما يستهان فيها. يعني أشياء أكبر من ديزني بكثير تغيرت بس بسبب هاشتاج، وإن حملات صارت بس على السوشيال ميديا والفيسبوك وتويتر وغيره. في إعلاميين كبار وممثلين وأسامي كبيرة مهمة جدا كمان شاركت معانا بالحملة، أيوة، وكلمونا عن الحملة وأيدونا بكل شيء. بينهم أهم الأسامي في الإعلامي الدكتور باسم يوسف، في الممثل الكبير محمد هنيدي، الممثل سامي مغاوري، الممثلة منى زكي. في كثير، في أسامي مهمة كثير ساعدتنا بالحملة وأيدونا وشاركوا فيها، ويعني يبغوا إن ديزني كانت ترجع نفس أول. يعني ما أدري أنا مع كل هذه الأصوات ومع كل هذه الأعداد المهولة اللي شاركت، يعني ديزني إيش تنتظر؟ خلاص يعني مطلب الجمهور صار واضح، مطلب الكل صار واضح، الشرق الأوسط كله بلا استثناء خلاص يطالبوا بهذه الحملة. وقبل ما أنهي كلامي أحب أقول إن يعني في ممكن ناس تحسب إنها خلاص فقدت الأمل وإن ما في شيء بيتغير وإنه خلاص 4 سنين معناته بيستمروا خلاص، بس صدقوني في أمل كبير كمان هذه المرة، وإن شاء الله بيكون في تغيير والحملة بتيجي بنجاح، وإن شاء الله المسؤولين يسمعوا كلامنا هذا. نشكرك أدهم الجابر، وإن شاء الله يكون صوتك وصل للمسؤولين في ديزني. وكمان خلينا نقول لكم إن ممثلين مصريين كتير زي ما قال أدهم شاركوا في دبلجة أفلام ديزني من زمان لحد دلوقتي. تعالوا نشوف التقرير اللي جاي واللي رصدنا فيه أبرز الممثلين المصريين اللي شاركوا في الدبلجة. ديزني لازم ترجع مصري، ده كان عنوان الهاشتاج اللي طالب فيه عدد كبير من الناس مش بس على مستوى مصر بل على مستوى الوطن العربي كله، بأن يكون دوبلاج أفلام ديزني باللهجة العامية المصرية مش باللغة العربية الفصحى. عدد كبير من الفنانين المصريين ساهم قبل كده في دبلجة أفلام ديزني، علشان كده ارتبط الجمهور باللهجة العامية المصرية. وفي التقرير ده هنرصد ليكم أبرز الممثلين دول. ايه رأيك اعزمك على عشاء عندي في البيت الليلة دي؟ ما تنساش عنوان بيتنا زي ما كان، ها؟ خلاص انتهى، ما فاضلش اي حاجة، ما قدامناش الا حل واحد، لازم نسيب ارض العزة. مش هنروح اي حتة. يبقى بتحكم علينا بالموت. فليكن. ما تقدرش تعمل. يلا صبي الشاي. عشان ترضي اهل العريس لازم تكوني دايما وقورة. النمل الفسفس ده عددهم اكتر منا 100 مرة، ولو خدوا بالهم من كده الامل اللي احنا فيها تزول. الحكاية مش اكل، الحكاية تأديب النمل ده. معنى انه بنسور ده انه بيتحداني وانا قبلت التحدي. روح بلغ امبراطورك يبعت اقوى جيوشه. تقوم ورايا ليه يا بايخ؟ مش مكفيك المحيط كله ولا هي غلاسه وخلاص؟ ها قول عايز تتخانق؟ تعال قرب. لا خوفتني. ايه حلك بطل تمشي ورايا ممكن؟ ميرسي، بس شعري باظ من الرطوبة اللي هنا في الغابة. ده انت بتتكلم وانا طول الوقت فاكراك مجرد شخص بريء هادي ما بيتكلمش. ليه ما قلتليش؟ قصدي انا فعلا مهتمه اعرف انت مين، قصدي نفسي. كلهم كده. شكرا يا جونز، حتى لو ما كنتش اتربيت في الغابه كانوا هيغلبوك. مفيش طريق مضمون للستات. عارفني بتحب العربيات؟ عارف انا عندي عربيه اخر موديل
عارف لو هربتني هديلك لفه بالعربيه. السمك يا ابني ما يقدرش يعيش في حوض، بيجيله حاله نفسيه. مالي بوبو مالي. ده مش رائد فضاء، ده ما بيحاربش الشر ولا بيمشي بالليزر ولا بيطير. اسمح لي. يو مالكو في ايه؟ ده بلاستيك ما يقدرش يطير. ماشي. أنا عمري أصلا ما كنت هحس إن مزرعتكم دي بيتي. ومستعد للرحيل. ممكن تمسكي الشنطة لو سمحت؟ دقيقة وهحصلكوا على عربية. أنا هقول للبيت بتاعي كلمتين وداع. وماله، خد راحتك على الآخر يا فندم. ورغم ان احنا زي ما شفنا مع حضراتكم نجوم كبار كتير وكتيبه ضخمه شاركت في اعمال الدوبلاج لافلام ديزني بالمصري، وعشان كده كمان احنا يمكن ده بعض منهم مش كلهم، لكن حاولنا نتواصل مع بعض منهم وتواصلنا بالفعل مع الفنان الكبير سامي غوري واللي عمل دور شلبي سلوفان في شركه المرعبين المحدوده اللي متاخده طبعا عن مونستر انك. أنا اشتغلت في أكتر من حاجة بالنسبة لديزني. عملت مؤسسة المرعبين أو شركة المرعبين المحدودة، شخصية شلبي سلوفان، وعملت شريك الثلاث أجزاء العربي، شريك 1 و 2 و 3. عملت جانجل بوك 1 و 2 و 3. عملت طائرة الرئيس، عملت 100 كلب مبرقش ومبرقش اللي هو فيلم الخاص بالكلاب ده. والله هو شيء جميل ان يبقى في حمله للترويج لاي حاجه مصري، يعني اي حد يقول انها لازم ترجع مصري ده شيء جميل جدا. ان احنا كان لنا سبق الرياده في الاعمال المدبلجه بدءا من سنه 67، والناس لازم تعرف، الشباب يعرف الحكايه دي. لما حصلت نكسه 67 حصل مقاطعه من المثقفين المصريين والسينمائيين والدولة وقتها ضد الأفلام الأمريكي على أساس أمريكا كانت بتساعد في الحرب. فإيه البديل للأفلام الأمريكي؟ فابتدينا نشوف الأفلام الإيطالي والأفلام الفرنسي والأفلام الروسي. فاللغة الروسية صعبة شوية، ناشفة شوية، فابتدوا يدبلجوا الأفلام الروسي. وكل نجوم المسرح المصريين القدماء زي سامح ايوب وامينه رزق وعبد الله غيث وحمد غيث ونجوم كتير جدا يمكن مش معروفين اعلاميا شاركوا في الاعمال المدبلجه دي، واحنا اتلمذنا على ايديهم. اللغه العاميه المصريه لغه سهله لطيفه مليانه مفردات غنيه ثريه، وبعدين في شعراء كتير جدا مصريين زي الأبنودي وصلاح جاهين وجمال بخيت وسيد حجاب وبيرم التونسي وعظماء كتبوا شعر باللغة العامية. هناك محاولات خبيثة من تحت الترابيزة لهدم اللغة العامية أو تخريب اللغة العامية أو إبعاد ودن المستمع العربي والمشاهد العربي تجاه اللغة العامية المصرية. فإحنا نعتبر ملوك الدبلجة بلا نقاش، فعودة ديزني باللغة العامية المصرية شيء رائع. لا مانع ان انا اعمل افلام مدبلجة باللغة العربية، بس مش هتديني نفس الروح، لان انت الموجه اليه او المخاطب مين؟ اطفال حتى سن ال 12 سنة او 13 سنة، محتاجين سلاسة، سهولة، بساطة عشان يفهم الموضوع. يعني انا لما اجي مثلا اعمل افلام كرتون دينيه، قصص القران مثلا او الحيوان في القران او المراه في القران او الحاجات دي، غصب عني هقدمها باللغه العربيه، هتبقى اليق واقرب للاذن العربي والمستمع المصري او العربي. انما بالنسبه للافلام والكرتون والحاجات دي الابسط ان انا اقدمها له بالعاميه. حاجه جميله جدا، هم عرب. انا لما بمثل مش بمثل المصريين بس، انا بمثل لكل العرب، بالك، والمصريين جزء منهم. احنا عرب، احنا امه واحده، واخد بال حضرتك ازاي؟ فان ليه بيطلع يدافع عن ديزني باللغه المصريه دي حاجه رائعه جدا. ان سعودي، ان قطري، انا ما اقدرش اصنفها كده. يعني الصاله لما كان الغنى ام كلثوم بتغني، ما اقدرش اقول ده في 10 ليبيين و15 سعودي، لا، في مستمع عربي قاعد من المحيط الى الخليج فتح مؤشرات الراديو.
على اي حال الحمله مستمره ويبدو ان هي قويه، ومن شويه كمان بعت لنا ادهم الجابر مؤسس حمله لازم ديزني ترجع مصري، وقال لنا تلقيت رد من ديزني على الحمله وتواصلوا معايا وقالوا لي ان الموضوع وصل الاداره العربيه وانهم اخذوا في الاعتبار طبعا الحمله الكبيره، ولكن عليهم ضغط كبير جدا وانهم حاليا بيدرسوا الموضوع مره ثانيه. طبعا دي كانت بسبب نتيجه الضغط الشعبي سواء كان من المصريين او من اشقائنا في الوطن العربي. انتوا كمان لو عايزين تشاركونا او تضيفوا اي مشاركات من خلال برنامج فولو اون اللي حاول يتابع كل تفاصيل الحمله دي، ممكن تبعتوا لنا على هاشتاج follow_on على فيسبوك وتويتر وانستجرام، وكمان على كل صفحاتنا الرسميه سواء اون تي في اي جي او كمان على انستجرام. وبعتوا لنا كمان بشكل عام ايه اكتر الصور والفيديوهات اللي عجبتكم، كمان اي حاجه حابين انكم تشوفوها على فولو اون. ان شاء الله بكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا. ان شاء الله نشوفكم على الف خير وسلام الحلقه الجايه في الاسبوع اللي جاي، وان شاء الله يكون كمان ويك اند سعيد على حضراتكم كلكم. مع السلامه.